بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فيديو صغير كده مهم جدا. فيديو من تحضيرات رمضان. زي ما انتم شايفين كده السمنة البلدي، ازاي تصنعي السمنة البلدي من الزبدة تطلع معاكي حلوة، تعيش معاكي سنة بحالها من غير ما يتغير طعمها ولا لونها. تفضل السنة بحالها في نفس الجودة ونفس المذاق نفس الطعام. كمان المرتة ازاي تخزنيها، ازاي تقعد عندك، تستعمليها في ايه. زي انتم شايفين كده السمنة طالعة مرملة وجميلة، طعمها ما اقولكمش وريحتها كانت جميلة قد ايه. تعرفوا السمنة البلدي ازاي انها حلوة مش مغشوشة؟ هنقول في الفيديو كده مع بعضينا واحنا شغالين. شايفين ملمسها، شايفين عامل ازاي مرملة كده وجميلة. ازاي تعيش عندكم. انا الصراحة اشتريتها من القمر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، الحاجة راوية، اللي ساكنين بقى في اسكندرية في بحري هيعرفوها. هي ناحية شارع النصر كده على ايديك الشمال، ناحية سلامة بتاع الجبنة. آه، يعني ما اقولكمش السمنه طلعت جميله قد ايه. انا قلت لها الصراحه حاجه راويه، انا هصورك ولو طلعت السمنه حلوه انا هجيب صورتك في الفيديو علشان كل حبايبي يروحوا يشتروا منك. صراحه طلعت جميله ونضيفه جدا. زي ما انتم شايفين كده انا جايبه 5 كيلو زبده بلدي، اللي هي الزبده الجاموسي البيضه. شايفين نظافتها بقى، ما اقولكمش بقى نظافتها وجمالها. اول ما الملمس كده، اول ما اخدت حته ودوبتها بين صوابعي كده ودابت، شايفين بتدوب ازاي، تعرفي انها مش مغشوشه، حقيقيه، ما فيهاش اي حاجه غير طبيعيه. كلها كانت نضيفة الصراحة. فتحت ال5 مفهومش شوائب بقى ولا تبن ولا ببص الاقي اي حاجة كده غريبة، لا. القشطة قشطة زي الفل، ما شاء الله عليها. حاجتها زي الفل. الزبدة كده ناعمة والريحة طبيعية، لا لا، الملمس جميل صراحة. أول مرة يعني تعجبني زبدة بالشكل ده. اخدت تحطيهم طبعا في حله كبيره كده، تبع الكميه اللي انت هتحطيها، وحطيتها على بوتاجاز كده على نار عاليه. وتقفي جنب السمنه بتاعتك، يعني تقفي جنبها الاول علشان ما تفرش منك. اول ما تدوب معاكي تحطي معلقه ملح كبيره قد معلقه الرز كده، وتحاولي تدوبيها في السمنه. هتدوب معاكي علشان المرتة بتاعتك تطلع مملحة كده وطعمها حلو. حتى لو اكلتيها كده، حطيتيها على جبنة، حطيتيها على اي حاجة، يبقى ليها طعم. زي ما انتم شايفين كده عملت ريمة كده وفوليوم كده من على الوش. تبدأي تقلبي فيها كل مثلا 10 دقايق كده، تيجي تقلبي فيها. لازم تبقى على نار كمان واطية خالص، هادية خالص. يعني الأول تعلي النار لغاية ما تدوب، بعد كده توطي خالص. تبقى زي الشمعة كده وعلى مهلها بقى، يعني انتي تبقى فاضيالها كده على مهلها. من آن لآخر تقلبي فيها كده بالمعلقة، وتقلبي القعر ما يبقاش القعر، تخلي القعر فيه أي حاجة لازقة فيه عشان ما تغمقش معاكي، تفضل فاتحة كلها زي ما شايفين كده، لونها فاتح وجميل ازاي. تفضل معاكوا فاتحة ويفضل لونها وطعمها لا يمرر ولا يتغير. شايفين اللون وجماله. طبعا لسه ما استوتش كده، بعد 5 أو 10 دقايق جيت لها تاني. بصي اللون غمق معاكي، المرتة اتجمعت اهي زي ما انتم شايفين كده، بقى لونها غامق معايا. يعني معنى كده انها استوت. اول ما تشوفيها باللون ده والريمة بتاعتها، حتى لو في ريمة كده من على الوش بس بقى اغمق معاكي، تعرفي ان المرتة استوت، وان السمنة خلاص بقت سمنة صافية، ما فيهاش لا مية ولا فيهاش لبن ولا فيها اي حاجة. هنطفي عليها ونغطي بقى دلوقتي انا اللي احنا نغطي على السمنة بتاعتها، نغطيها ونسيبها لتاني يوم الصبح. تاني يوم الصبح بصوا زي شايفين القمر بقى، السمنة الجميلة بقى لونها، شايفين الصفيان. المرتة طبعا رقدت في القعر، والسمنة اللي فضلت على الوش شايفين مرملة ازاي. تعرفي بقى السمنة بتاعتك انها مرملة كده، عاملة زي الرز كده. تعرفوا انها مش مغشوشة، ما تلاقوهاش ملبكة كده ولا لازقة في بعضيها، لا، تلاقيها سايبة كده. تعرفي انها طبيعية، مش متضاف اليها اي حاجة صناعية. شايفين ناعمة ازاي، وتلاقيها مش جامدة في بعض.
مهما يكون درجة البرودة، شايفين اللي على الوش ده عاملة زي الزيت، مهما تكون درجة السقعية والبرودة تعمل الطبقة اللي عاملة زي الزيت كده من فوق، تعرفوا ان دي طبيعية مش مغشوشة. شايفين السمنة عاملة زي بقول لكم مرملة ازاي، دي تعرفي انها دي طبيعية. مهما تحطيها في درجة منخفضة من الحرارة تلاقيها سايبة كده. الريحة ما اقولكمش بقى كانت مالية الشقة. طبعا لما تعمليها في حلويات ولا رز ولا بيت حاجة كده وهم. كمان قطعت معايا كمية حلوة قوي، يعني ال5 كيلو زبدة عملوا معايا 4 كيلو 200 جرام. كمية حلوة. وكمان عملت معايا مرتة 450 جرام، يعني نص كيلو الا شوية، والباقي طبعا اتبخر. طبعا المرتة ليها تمن زي الزبدة، اقل من الزبدة بشوية، بس ليها تمن، يعني انا ما خسرتش حاجة، يعني تمنها فيها زي ما بيقولوا. يا ريت تجربوها. كمان المرتة طلعت معايا، طلعت في منتهى الجمال. دي المرتة اللي طلعت معايا. لما تحطيها بقى على جبنة قريش، ولا تحطيها على جبنة قديمة، تحطيها على بيض، تطلع في منتهى الجمال. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير علشان يوصل لناس تانية. اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادية ياسر.